وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبايب قلبي، طلاب تانية ثانوي دفعة 2025، إن شاء الله هكون معاكم السنة كلها في حل كتاب الامتحان بالكامل، حل كل الأسئلة، سواء الأسئلة اللي هي الاختيار المتعدد أو المقال إن شاء الله، أو أسئلة المستويات العليا، زائد إن هعمل فيديوهات إن شاء الله فيها خلاصة الشرح أو الزتونة. وخلي بالك السنة دي إحنا مش عايزين بس يا دوب بنشرح فيزياء، أولا إحنا عايزين نستمتع بالفيزياء، دي حاجة رقم واحد. حاجة رقم اتنين، عايزين نتدرب على الأسئلة بالنظام الجديد اللي بيجي في تالتة ثانوي، فإحنا بنخدم من سنة تانية سنة تالتة. افتكر برضو إن إحنا عايزين نستمتع بالفيزياء. يلا بينا نستمتع بالفيزياء. بسم الله، توكلنا على الله، وما تنساش تصلي على رسول الله. السؤال الأول بيقول لك: تقوم الموجات بنقل ايه على امتداد اتجاه انتشارها؟ انا عارف يا مستر ان الموجة اضطراب ينتقل وينقل الطاقة، فالاجابة هنا بكل بساطة هتكون الايه؟ هتكون الطاقة. خش على السؤال اللي بعده، بيقول لك: الشكل المقابل يمثل تداخل موجتين، في موجتين بيتداخلوا على سطح المية، اي نقطتين من النقاط المبينة تمثلان المصدر بتاع الموجتين؟ مستر، انا لو مثلا انا ببص من فوق دلوقتي وده ميه، تخيل اللي قدامك ده ميه، يعني انت عندك حوض ميه كده، انت باصص من فوق فهتشوف عادي، هتشوف الميه كده انت من فوق. لو انت حذفت طوبه هتلاقي الميه دي عماله بتعمل كده دواير دواير، في موجه عماله تنتشر والدواير عماله توسع. مصدر الموجه فين؟ مصدر الموجه في المركز بالظبط، يعني في النص. فبالتالي انت لو عندك موجات على هيئه دواير، مصدر الموجة في المركز، زي بالظبط لما يكون عندك ميه وتحدف طوب هتلاقي فيه دوائر اتكونت. طب الطوب انت حذفتها فين؟ مصدر الاضطراب فين؟ مصدر الموجات فين؟ في النص بالظبط. فبالتالي النقطة اللي في النص بالظبط اللي هي الدوائر الكبيرة اللي انت شايفها دي هي النقطة كيو. طب يا مستر الدوائر اللي على الشمال هي النقطة يو، فالنقطة كيو والنقطة يو هم دول مصدر الموجتين كيو يو. وده السؤال الثاني. خش على السؤال الثالث. ان شاء الله هنحل اسئله الدرس الثاني كله. يلا بينا، وبالله عليك ما تنسى تصلي على سيدنا محمد. بيقول لك: ثقل معلق بقطعه من الفلين تطفو على سطح الميه. ده ثقل ودي قطعه من الفلين، الفلين دي تطفو على سطح الميه طبعا لان كثافتها قليله، والحاجه اللي كثافتها قليله بتطلع فوق الميه، واللي كثافتها كبيره بتغرق، وده هتاخده في الترم الثاني بالتفصيل. المهم بيقول لك: عند مرور موجه على سطح الميه الاتجاه من اكس لواي، يعني في موجه هتمشي كده في اي اتجاه تتحرك قطعه الفلين. الفلين دي هتتحرك يمين وشمال، ولا فوق وتحت، ولا من اكس لواي، ولا من واي لاكس؟ اولا ولا هتتحرك يمين ولا هتتحرك شمال. ليه يا مستر؟ اصل الموجه اللي هتتكون شكلها هيكون عامل كده، قمم وايه؟ واقعان، لان دي ميه، الموجه بتاعت الميه عباره عن قمم واقعان زي الموجه دي بالظبط. فالفلين بتكون هنا، بعد شويه الحته دي قاع طبعا، والفلين بتكون موجود هنا، بعد شويه هتلاقي القمه انتقلت، فالفلين عماله تطلع، يعني بعد شويه هتلاقي القمه بقت عامله كده، الفلين عماله تطلع عشان تبقى في القمه، ثم تنزل عشان تبقى في القاع، ثم القمه، ثم القاع، وهكذا. يعني الحركه بتاعتها هتكون حركه ايه؟ رأسيه. فالاجابه يا مستر هتكون لاعلى وايه؟ واسفل. اعلى واسفل يعني رأسيه. خش على السؤال اللي بعده. كل دي لحد دلوقتي أسئلة خاصة بالمنهج، أسئلة أكاديمية جدا ملهاش علاقة قوي بالفيزياء، هي معلومة فيزيائية بسيطة جدا بتجاوب عليها وبس. أسئلة الفيزياء اللي بجد لسه ما قلناهاش، فخلينا واحدة واحدة وخد إن شاء الله السلم بتدرج، اطلع السلم سلمة سلم. بيقول لك إيه؟ يمر قطار من الموجات على سطح ماء بحيرة، موجات كتير جدا أهو كما بالشكل. ما المستوى الذي يستقر عليه سطح الماء بعد انتهاء الموجات؟ بص يا مستر، الموجة هنا اتكونت من قمة، ادي قمة وقاع، قمة وقاع، وهكذا. هي المية لو ما كانش في موجة كانت فين؟ هو ده سؤاله. اكيد يعني كانت في النص، كانت عند موضع اسمه موضع الايه؟ السكون. موضع السكون في النص،
فده اقصى اهتزازه اللي هو القاع القمه، وده اقصى اهتزازه الناحيه الثانيه اللي هو الايه؟ القاع. فموضع السكون بيكون فين؟ بيكون في النص ما بينهم بالظبط. يعني هقول الموضع اللي اسمه ايه ده؟ اللي اسمه بي. خش بينا يلا على سؤال رقم 5. سؤال رقم 5 بيقول لك اي نقطتين لهما نفس الطور. وقلتها دي الحصه اللي فاتت، قلت لك يعني ايه نقطتين لهما نفس الطور؟ يعني لهما نفس الموضع، المكان، يعني في نفس المكان بالظبط، ولهما نفس الاتجاه، وبالتالي هيكون لهم نفس السرعه. ثانيه واحده يا مستر، بص على A و B. انت عارف ان A و B دي ليهم نفس الموضع لان هم على نفس الخط، وسي ودي برضو ليهم نفس الموضع. يعني كل النقط دي على نفس الموضع بالظبط، كلهم في نفس المكان. عارف لو كان في نقطه هنا مثلا اسمها زد، فنقطه A في مكان وزد في مكان تاني خالص، يعني مش في نفس الموضع. في نفس الموضع اعرفها ازاي؟ خد خط افقي كلهم على نفس الخط، يبقى كلهم في نفس الموضع. طب مستر ثانيه واحده، بما ان كلهم نفس الموضع، انهي نقطتين لهما نفس الطور؟ لازم ساعتها يكون لهما نفس الايه؟ الاتجاه. فاحنا وكاننا بنمشي مع الموجه، وكاننا لان الموجه ما بتمشيش كده. فانا لما صباعي بيمشي كده مش كانه طالع لفوق؟ تقول لي يعني الجزء ده وكانه هو المفروض الجزء ده نازل، وانا شرحتها ليه، بس انا بمشي بس كده بشكل يعني ايه؟ مع الموجه يعني. فاتجاه ايدي هنا كان طالع، خلينا نقول اتجاه ايدي افضل، وهوب اتجاه ايدي ده كان نازل. يبقى هل دول يا مستر لهم نفس الاتجاه؟ تقول لي لا، ده واحد طالع وواحد ايه؟ نازل. طب بص النقطه دي طالعه، الله، دي لها نفس اتجاه ايه؟ يبقى A و C لهما نفس الطور. طب بص النقطه دي يا مستر، دي وكانها ايدي نازله اهو، يبقى B ودي لها نفس الطور بالظبط، ومتتاليتين، يعني المسافه بينهم طول موجي وقلناها. اذا اما اختار AC او BD، الاقي مين؟ الاقي BD، اختارها. شكرا، ده السؤال. خش على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 6. موجه مستعرضه، حلو الكلام ده، راح مديني ترددها، طلع على طول يا باشا المعطيات. نيو بتساوي 50 هرتز. شكرا لك يا حبيبي. تنتشر في وسط معين، والشكل البياني يمثل العلاقه بين ازاحه احد الجزيئات اهو، اللي هي الازاحه بتاعت الجزيئات اللي طالعه نازله، وطبعا الجزيئات لما بتتحرك راسيا، وانتشار الموجه يكون افقيا، يعني الاثنين متعامدين على بعض، يعمل لي موجه ايه يا باشا؟ ايوه، يعمل لي موجه مستعرضه. تقول لي زي الفل. المهم كمل، بيقول لك لاحد جزيئات الوسط والزمن تي، فان الفتره الزمنيه من اكس لواي بكام؟ فابص على اكس لواي يا مستر، ده من اكس لواي اللي هي الحته دي عباره عن ان بتساوي ربع. اصل انت بتلعب في ايه في الدرس ده او اللي قبله؟ بتلعب يا في تي صغيره، يا في ان اللي هي الموجات، يا في تي كبيره، يا التردد بس. والدرس ده اتعلمنا ناخد حاجه، نجيب حاجه اسمها لمبه، ثم نجيب حاجه اسمها السرعه. فهم دول اللي بتلعب فيهم. فهو لما بيديك من نقطه لنقطه، يهمك تجيب زمنها، وهو بيسالك على زمنها، فيهمك تجيب عدد موجاتها. فعدد موجاتها بكام؟ بربع. من هنا لهنا ربع موجه، ومديني التردد وطالب زمن. خلاص، طالما مديني التردد، اكتب قانون التردد كده على جنب. مستر على هنا عشان البتاعه دي مش موجوده. التردد اللي هو نيو بيساوي ان على تي. طب هو عايز التي، يبقى ان على نيو. وانا قلت لك ما بحبش طريقه المثلثات دي خالص، بس انا بعملها دلوقتي كده بنسمي الله يعني في اول فيديو. انت المفروض تقول لي والله النيو بتساوي ان على تي، وانت عايز التي، فاقسم ده على ده، او طرفين في وسطين، ده في ده على ده، يعني ان على نيو برضو، فالتي هتساوي ان على نيو. طيب الان بكام؟ بربع. الان بربع. النيو يديها لي بكام؟ ب50. يديني 1 على 200 ثانيه، فالاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون د. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 7. بيقول لك الشكل البياني المقابل يعبر عن موجه مستعرضه. شكرا يا سيدي، مديني موجه مستعرضه، مديني فيها بيانات، مديني هنا حاجه على الراس اقدر اجيب بيها سعه الاهتزازه، مديني حاجه على الافق اقدر اجيب بيها زمن، وعدد الموجات اقدر اجيبه، يعني اقدر اجيب الزمن الدوري، اقدر اجيب التردد، اقدر اجيب سعه الاهتزازه. دول اول 3 حاجات بنعرف نجيبهم. يلا بينا نشوف اول حاجه هو عايزها ايه؟ سعه الموجه. سعه الموجه هي سعه الاهتزازه، بس سعه الاهتزازه دي بنقولها في الحركه الاهتزازيه، بما ان دي حركه موجيه فهنقول سعه الايه؟ الموجه. يلا يا مستر نجيب سعه الموجه بتاعتنا. سعه الموجه هي المسافه من موضع السكون لحد اقصى ازاحه. هي اقصى ازاحه من موضع السكون او من هنا لهنا. طب ما اللي فوق دي ب2 واللي تحت دي ب2، فاحنا هناخد 2 واحده.
يبقى سعة الازازة بكام؟ ب 2 سم. تاني حاجة قال لي انا عايز ايه؟ قال لي انا عايز تردد الموجة. يا مستر هكتب القانون، ما عنديش محل، ما عنديش مفر، مفيش. يطلب حاجة اكتب قانونها على طول، ما تشغليش دماغك. تقول لي يا مستر التردد هو ان على تي. ماشي. طب هل معايا اي زمن؟ دي الرسمة مليانة ازمنة. ماشي. ناخد انهي زمن؟ خد اي زمن. مثلا انا هاخد الزمن اللي هو ب 8 ده. فالمفروض الزمن بتاعي ده ب 8. بس خلي بالك ال 8 دي ثانية ولا ملي ثانية؟ تقول لي ملي ثانية. من أي معامل للوحدة بضرب في الرقم بتاع المعامل، والرقم بتاع المعامل هنا ملي يعني 10 أس سالب 3، فمن ملي ثانية لثانية لازم أضرب ال 8 دي في 10 أس سالب 3 عشان أحولها للثواني. أسأل نفسي بقى جوه ال 8 دي كان في كام إن؟ كان في كام موجة؟ تقول لي هي موجة واحدة. يبقى هقسم 1 على الرقم ده. 1 على 8 في 10 أس كام؟ سالب 3. كده انا جبت التردد بكل بساطه. اعوض على الاله تك ترك، الاله تطلع لي الرقم. فين الاله؟ جبنا الاله. تعال نعوض على الاله. 1 على 8 في 10 اس سالب 3 تك ترك يطلع لك 125. خلاص خلصت. طب مستر لو واحد فلحوص جه قال لي مثلا انا هاخد الزمن بتاع 4، تقول له والله يا حبيبي يلا ما عندناش اي مشكله، عايز تجيب التردد عيوننا، اقسم ان على تي. التي هنا ب4، طبعا دي بالملي ثانيه، فهضرب في 10 اس سالب 3. طب انا المفروض بقسم ان على تي. انهي ان بتاعت الاربعه كان خلال الاربعه عامل كام موجه؟ تقول لي كان عامل نص موجه. يبقى بقسم نص على الرقم ده. انا مش بقسم اي ان على اي تي، لازم يكونوا مرتبطين ببعض. تقول لي زي الفل. يلا نمسح ونخش على السؤال اللي بعده. اوعى تنسى مش بقسم اي تي على اي ان، مش بقسم اي ان على اي تي، لازم يكونوا مالهم؟ اسمع، مرتبطين ببعض. سؤال رقم 8 بيقول لك اذا كان الزمن الذي يمضي بين القمه الاولى والقمه العاشره. ايه ده يا مستر؟ لما بيديني قمه وقمه او قمه وقاع او حتى قاع وقاع، لما بيديني اي حاجه يهمنا اجيب مين؟ يهمنا اجيب الان، عدد الموجات اللي ما بينهم. وقلت لك بنحط قانون بسيط جدا. ان بتساوي الرتبه الثانيه ناقص الرتبه الاولى. ان 2 صغيره ناقص ان 1 صغيره برضه. الرتبه الثانيه ناقص الرتبه الاولى. مستر ثانيه واحده فهمنا نشتغل بالقانون ده ازاي؟ واصلا القانون ده بنجيب بيه ايه؟ بنجيب بيه عدد الموجات. عدد الموجات منين؟ من القمه الاولى للقمه العاشره. او مثلا لو اداني من القمه الثانيه للقمه السادسه، انا عايز اعرف ما بينهم كام موجه. انا ما يهمنيش من ايه لايه، انا مش فارق معايا الا حاجه بس واحده اللي هي عدد الايه؟ عدد الموجات. وكنت قلت لك عشان تجيب عدد الموجات لو اداك بين قمه وقمه او بين قاع لقاع، وممكن حاجه ثالثه يدالك بين قمه وايه؟ وقاع. قلناها كده بالظبط. قمه وقمه بطرح، قاع وقاع بطرح. طب قمه وقاع بزود على اللي مسابق نص، واللي مسابق دايما قاع. يا لهوي على الجمال، هيجي ان شاء الله في وقته. مستر مش دي قمه وقمه؟ بعمل ايه؟ بطرح. اطرح الرتبه الثانيه اللي هي رقمها 10 ناقص الرتبه الاولى اللي هي رقمها كام؟ 1. يعني بطرح القمه ال10 من القمه الاولى يديني 9. يبقى عدد الموجات هنا كان كام؟ كان 9 موجات. شكرا. قال لك الزمن اللي عمل فيه 9 موجات يعني مديني التي. مديني التي بتساوي 0/2. لما كان عدد الموجات بكام؟ ب9. يعني حاجتين مرتبطين ببعض. طالما مرتبطين ببعض اقدر اقسمهم على ايه؟ على بعض، على حسب هو عايز مين. هو عايز التردد عيوني. نيو بتساوي ان على تي. اقسم الان اللي هي ب9 على التي اللي هي ب0/2 يديني تقريبا 45. اذا الاجابه الف. يلا السؤال رقم 9 بيقول لك القت فتاه حجر في بركه ماء. يعني واحده بنت قاعده فاضيه مسكت طوبه حدفتها في ميه، فلما تمسك طوبه تحدفها في ميه يحصل موجه. فراحت راقبت الموضوع ده، لقت ان في 18 موجه اتكونت. طلع يا باشا، ما تقراش، احنا مش بنقرا جرايد هنا، احنا بنقرا الكلام نطلع منه معلومات. يعني ال بتساوي كام؟ 18. اصطدمت في الشاطئ 18 موجة خلال 10 ثواني، يعني مرتبطين ببعض. يعني لما عمل 18 موجة عملهم في زمن اسمه كام؟ اسمه 10 ثواني. سهم اهو، معناها انهم مرتبطين في بعض.
راح قال لي معلومه تانية خالص، قال لي فاذا كانت المسافه بين قمتين متتاليتين. طب مستر ما هو من قمه لقمه المسافه طول موجي، او من قاع لقاع بعده المسافه برضو طول ايه؟ موجي. يعني دي اصلا قيمه لمضه، قيمه الطول الموجي. واوعى تنسى لمضه بتساوي اكس على الان. مين هي اللمضه؟ هي طول موجه واحده ومن قمه لقمه موجه، او المسافه بين قمتين متتاليين او قاعين متتاليين. دي قيمه مين؟ لمضه او الطول الموجي. تقول لي عظمه العظم، وده القانون بتاعها. انت عايز ايه؟ عايز الطول الموجي. ما انت مديهولي يا عم، مش انت مديهولي ب 12؟ شكرا ليك والله ولذوقك والكرم اخلاقك. طب انا عايز التردد، اقسم ان على تي. اي ان على اي تي؟ لا، لازم يكونوا مرتبطين ببعض. يبقى هقسم 18 على 10 يديني 1.8. يبقى الاجابه دي هي الصح. يبقى ان شاء الله نختار انهي اجابه؟ نختار الاجابه ج. خش على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 10 بيقول لك ماء بي وكيو، يبقى دي ميه اسمها بي ودي ميه اسمها كيو، موجتين بينتشروا مسافة اكس بنفس السرعة، فأي الموجتين لها سعة أكبر وأيهما لها تردد أكبر، مع العلم إن الاتنين بيتحركوا بنفس السرعة. مستر اللي ليها سعة أكبر أعرف أجيبها إزاي؟ اللي الحتة دي بتاعتها أكبر، مش دي السعة؟ دي صغنونة خالص، دي كبيرة. إذا السعة دي أكبر من السعة دي، يبقى اللي السعة أكبر بتاعتها هي كيو، يبقى يا جيم يا دال. طب مستر مين اللي ليها تردد اكبر؟ مش الاتنين لهم نفس السرعه؟ انا هعلمك حاجه، بس قبل ما اعلمك الحاجه تعال ندردش فيزياء. هنا بقى احنا بنتكلم فيزياء، مش بنتكلم بشكل اكاديمي خالص. هو قال لي كلمه ان الاتنين بيجروا بنفس السرعه، اكيد ما قالهاليش هباء. بص، في اللي هي السرعه بتساوي اللهم صل لامدا نيو. يلا هناخد القانون ده. عند ثبوت السرعة علاقة اللمضة بالنيو علاقة ايه؟ عكسية. عند ثبوت السرعة علاقة لمضة بالنيو علاقة ايه؟ عكسية. ليه يا مستر؟ أصل المضروب عكسي والمقسوم طردي. المضروب عكسي والمقسوم طردي، بالله عليك اوعى تنساه، علاقة بينهم عكسية. هو عايز أكبر تردد فاختار الأقل طول موجي. مين من دول أقل طول موجي؟ بص الطول الموجي من هنا لهنا، يا لهوي. طب بص الطول الموجي من هنا لهنا، الله. يبقى الطول الموجي هنا كبير هنا صغير، يبقى التردد اللي تحت اكبر من التردد الايه؟ اللي فوق. انت كده بتفكر فيزياء بكل سهوله، بتدردش مع الفيزياء. انت مثبت لي حاجه اللي هي السرعه، سرعه الموجه دي نفس سرعه الموجه دي. عند ثبوت السرعه علاقه لمضه بالنيو علاقه عكسيه. بس هو عايز اكبر تردد، اختار اقل طول موجي. ولا لسه هتروح تجيب ده ولا لسه هتروح تجيب ده وشكرا. طب مثلا لو انا ما كنتش عارف الطول الموجي مين اكبر كنت اعملها ازاي؟ بص يا سيدي، انت كده خلاص اتفقنا، هو عايز اكبر تردد فانت تختار اقل طول موجي. تقول لي عظمه العظم، موافقك. تعالى بقى نشوف ممكن ازاي نحسب لمضه اصلا. تقول لي يا مستر مش لمضه بتساوي اكس على ان؟ تقول لي وانا ملاحظ ان هو بيقول لي المسافه دي كلها اسمها اكس، سواء فوق او تحت، يعني الاكس ثابته. عند ثبوت الاكس علاقه لمضه والان علاقه عكسيه. يعني اقدر اقول لك يا مستر احنا عايزين اللمضه اقل يبقى اللي فيها عدد موجات كبير. طب مين اللي فيه عدد موجات كبير؟ ادي دي كده موجه اهي 2 3. طب اللي فوق يا مستر كانت موجه 2 وحته، يبقى اللي فوق 2. يبقى تحت 3 موجات، فوق موجتين، لمضه وان عكسيه. طب ليه يا مستر لمضه وان عكسيه؟ لان دي في البسط ودي الناحيه الثانيه في المقام. بسط ومقام تناسب عكسي. طب لو كان بسط وبسط، يا لهو عليا، لو كان بسط وبسط تناسب طردي. انا قاصد اقولهم تاني وتالت ورابع لحد ما يتخزنوا هنا نص مسائلك بتحلها بيهم. لمضه وان علاقه عكسيه، احنا عايزين اقل لمضه فناخد اكبر ان، دي اكبر ان، فبما ان دي اكبر ان يعني اقل لمضه يعني اكبر تردد. اذا تاخد الكيو هي اكبر ايه؟ تردد، فالاجابه هتكون د. قلت لك طريقتين للحل، مش واخد بالك؟ ارجع اسمعهم تاني بالله عليك. الطرق اللي انا بتكلم بيها طرق فيزيائيه مهمه جدا، هي دي اللي عليك اصلا في ثانيه وثالثه. خش على السؤال اللي بعده. يلا بينا سؤال رقم 11. بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين الازاحه لجزيئات وسط ينتشر به موجه مستعرضه، ترددها نيو، ساعتها ايه، والمسافه اللي بتتحركها اكس. فبيقول لك زاد تردد الموجه للضعف
مع ثبوت السعة. مستر يعني ايه ثبوت السعة؟ السعة ثابتة، يعني المسافة الرأسية دي هتفضل ثابتة، يعني من هنا لهنا هتفضل القمة ومن هنا لهنا هتفضل القاع. طب انت عارف يعني ايه التردد زاد للضعف؟ يعني عدد الدورات خلال نفس الزمن او نفس المسافة هيزيد للضعف. يعني لو افترضت ان ده زمن وهي دي عدد الدورات ادي دورة 2، فالمفروض في نفس الزمن اللي هنا او في نفس المسافة يروح عامل لي بدل 2 4 دورات. ده كده تردد، ده كده ضعف التردد، لان النيو بتساوي ان على تي. انا مش بتكلم بدماغي ابدا. عند ثبوت الزمن علاقه النيو بالان علاقه طرديه. ليه؟ بسط وبسط تناسب طردي. اذا عشان التردد يزيد للضعف لازم عدد الموجات يزيد للايه؟ للضعف. فالرسمه تعمل كده. طب مستر ثانيه واحده، مش في بتساوي لامدا في نيو؟ لو قلنا ان السرعه ثابته فاللامدا والنيو علاقه عكسيه. يعني يا مستر لما التردد يزيد للضعف لازم الموجه او طولها يقل للايه؟ يقل للنصف، يعني يبقى نصف لامدا. اختار بقى بناء على كده. يلا بيقول لك هل الايه تزداد للضعف؟ لا، مفيش اي مسافه راسيه هتتغير عشان الازاحه او السعه الموجه ثابته، يبقى دي لا. طب هل سي تقل للنصف؟ مستر السي دي مش مسافه نصف موجه؟ تقول لي اه. طب ما هو طول الموجه هيقل للنصف، يبقى السي هي دي كمان دي هتقل للايه؟ هتقل للنصف، يبقى دي اجابه صحيحه. طب اتاكد معلش، هل بي تزداد للضعف؟ لا طبعا، لو بي تزداد للضعف يبقى الطول الموجي زاد للضعف، واحنا عارفين ان ده هيزيد، اذا لازم الطول الموجي يقل. فلما هو بيقول لي على ايه؟ على بي، لما بي تزيد للضعف معناها الطول الموجي زاد، لا احنا عايزين الطول الموجي يكون قل. اخر واحده ايه هتقل للنصف؟ يا مستر اي حاجه راسيه هتظل ثابته لان هو اللي قال لي مع ثبوت السعه. شكرا. فالاجابه فعلا ج هي اللي ايه؟ هي اللي صح. خش كده على الجزئيه اللي بعدها، بيقول لك زادت سعة الموجة للضعف مع ثبوت التردد. ثبوت التردد يعني ايه؟ يعني عدد الموجات هيفضل واحد لان التردد بيساوي ان على تي، ده ثابت، فان شاء الله ده هيفضل ايه؟ ثابت، واحنا مثبتين الزمن بايدينا. تقول لي ماشي، يعني عددهم هيفضل 2 بس السعة زادت للضعف، يعني الموجة بدل ما هتكون واخدة 2 سم هتزيد شوية تاخد 4 سم وتفضل موجتين زي ما هما. فالحته دي اللي هي اسمها ايه هتزيد للضعف تبقى 2 ايه، والحته ايه دي هتزيد للضعف تبقى كام؟ تبقى 2 ايه. فتقول له ايه تقل للنصف؟ لا. بي تقل للنصف؟ لا. سي تزيد للضعف؟ لا. ايه تزيد للضعف؟ اجابه صحيحه. كده خلصنا سؤال رقم 11. سؤال رقم 12، اذا كان الطول الموجي لموجه مستعرضه هو لامدا، الطول الموجي لموجه مستعرضه هو لامدا، ماشي. يبقى انت عندك هو بيقول لك الطول الموجي يا صاحبي اسمه لامدا. راح قال لك على فكره المسافه بين القمه الاولى والقمه التي ترتيبها ان هي، هو عايز مسافه، ها؟ يبقى هو عايز اكس تساوي كام؟ والله ما بجيب حاجه من عندي، اقرا كويس. فان المسافه هي نقط. المسافه بين مين ومين؟ بين القمه الاولى والقمه التي ترتيبها ان. طب ان دي بكام؟ ما اعرفش. طب يا مستر لما يقول لي قمه وقمه بعمل ايه؟ بطرح عشان اجيب مين؟ عدد الموجات. يبقى انا معايا عدد الموجات، مين هو؟ قال لك من القمه الاولى للقمه ان، يعني قيمه ان ناقص 1. ليه؟ افترض مثلا ان دي كانت ب 10، فكان له كانه بيقول لك من القمه الاولى للقمه ال10، فكنت هطرح 10 من 1، لكن هو ما ادالكش قيمه دي كام. بما انه ما اداليش قيمه دي كام هعتبر اسمها ان، فبدل ما اقول 10 ناقص 1 هقول لك ان ناقص كام؟ ناقص 1. كده انا معايا الان واللامدا اسمها لامدا. اعرف اجيب الاكس؟ ازاي؟ اكتب قانون لامدا، مش لامدا اكس على ان. مستر معلش انا عندي مشكله، اشمعنى ده القانون اللي كتبته من عندي 50 قانون في المنهج؟ اقول لك يا حبيبي مديك حاجه اسمها لامدا ومديك مسافه ومديك عدد موجات، هتربط الثلاثه ببعض بانهي قانون؟ مفيش الا قانون لامدا. فانت بتكتب القانون اللي فيه المعطيات اللي عندك، وهو عايز الاكس طرفين في وسطين، فالاكس بتاعتي هتساوي اللامدا في الان. طب اللامدا اسمها لامدا، طب الان اسمها ان ناقص 1. خلصت. يبقى المفروض تجاوب لامدا في ان ناقص 1 اللي هي الاجابه ايه؟ اللي هي الاجابه ج. فانت بتمشي مع خطوات واحده واحده طبقا او زي ما اتعلمت. خش على سؤال رقم 13 في الموجه الموضحه بالشكل. إذا كانت المسافة بين القمة والقاع، مش هبص على الرسمة، أنا مش هبص على الرسمة. مستر ده مديني قمة وقاع، بزود على اللي مسابق نص واللي مسابق دايما قاع. طب عايز أتأكد، عيوني بص على الرسمة، فين انتشارها؟ أهي. بص على بدايتها من هنا،
بدأت بقمة اللي هي اكس ثم قاع اللي هي واي، يبقى القاع اللي مسابق. عرفت منين؟ تخيل عندك شخصين، شخص اسمه اكس اهو وشخص تاني اسمه واي. مين اللي مسابق، اكس ولا واي؟ تقول لي والله العظيم ما اعرفش. الناس اللي في المحاضره جاوبت لي واي واللي جاوبوا لي اكس، انتوا جاوبتوا بناء على ايه؟ بالله عليك مش انا لازم اقول لك هما بيجروا ازاي؟ دي صوره زمنيه، تحسهم واقفين اصلا، فلازم اقول لك لو بيجروا كده فمعناها واي اللي مسابق. طب لو كانوا بيجروا الناحيه الثانيه معناها اكس اللي مسابق. زي بالظبط وانا انا واقف كده وفي واحد قدامي واحنا الاثنين عمالين نجري، فهو قدامي يبقى انا كاني بجري وراه، يبقى هو اللي مسابقني. طب لو كنا بنجري كده يبقى هو اللي بيجري ورايا، يبقى انا اللي مسابقه. فلازم عشان تعرف مين مسابق مين لازم عشان تعرف تقول لي اتجاه الانتشار فين. اهو اتجاه الانتشار، الحاجه الاولى بتبقى هي اللي ورا، الحاجه اللي قدام هي اللي مسابقه. فبالتالي لما بدات هنا بدات بقاع قمه ثم قاع، فالقاع هو اللي ايه؟ هو اللي مسابق. انا مثبتها كده مع نفسي وبشرحها لك كده علشان نطبق القوانين بتاعتنا. طب يلا يا مستر، كده القاع اللي مسابق صح، وكده كده انا عارف ان 90% القاع اللي بيسابق. طب امتى القمه تسابق؟ لو جبت لك الرسمه كده قاع ثم قمه والانتشار اهو، حتى لو يعني عادي جدا بدأت بالقاع ثم قمه، يبقى كده القمه هي اللي ايه؟ اللي مسابقه. وانا قلت لك اول ما يديك قاع وقمه او قمه وقاع او قمه وقمه بطرح الركبتين، بس لما يديني قمه وقاع بزود على اللي مسابق نص. يبقى القاع هنا مش 3، القاع هنا 3.5 والقمه 1، اطرحهم من بعض تجيب الان. اذا الان 3.5 ناقص 1 يعني 2.5. شكرا يا جميل. معايا الان ومعايا المسافه اكس تساوي 100 سم. اعرف اجيب الطول الموجي؟ هو عايز الطول الموجي. لامدا بتساوي اكس على ان، اكس ب 100 ان ب 2.5 يديك 4 في 10 ب 40. اذا الاجابه تبقى 40 سم. شخص مش سالك رياضيا لو عارف انا ازاي حسبت دي 40، انا قلتها اصلا، قلت 4 في 10، ففعلا هيبقى شخص مش سالك لو فهم ايه 4 في 10 اللي انا اقصدها دي. ما علينا. خش على س 14. اي اشكال او في 4 اشكال اهو بتصدر موجات، اي منها يصدر موجه طوليه؟ مستر الموجه الطوليه دي بتكون صوت. الصوت يا مستر موجه ميكانيكيه وطوليه. طبعا دي موجه ميه، موجه ميه هي موجات مستعرضه. دي برضو دي موجه كهرومغناطيسيه بالمناسبه. الريموت دي الضوء اللي بيطلع منه ده دي الموجه الكهرومغناطيسيه او الراديو اللي بيطلع او ايا كان، هو تقريبا انفراريد اشعه حمراء، فبالتالي دي برضو بتكون ايه؟ موجات كهرومغناطيسيه. الصوت ده موجه طوليه وميكانيكيه. المصباح ده موجه كهرومغناطيسيه وضوئيه اللي هو ضوء. خش طبعا مش الاجابه دي، الاجابه مكبر الايه؟ الصوت. خش على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 15 بيقول لك ده صوت ودي جزيئات الهواء. انت عارف لو في شخص كده بيتكلم، يعني لو كده شخص بيتكلم ويطلع صوت من بقه، فهنا بيكون في جزيئات الهواء. فاللي بيحصل ان انا بطلع طاقه من بقي، يعني انا من بقي بطلع طاقه، فالطاقه دي تحرك لي الجزيء مثلا في الاتجاه ده، يفضل الجزيء يتذبذب، فهو بيتذبذب يسلم لي ده طاقه، فده برضه يفضل يتذبذب، فهو بيتذبذب يسلم لي اللي بعده طاقه، وهكذا. فالجزيئات تفضل تتذبذب كده، فتلاقي الجزيئات في فتره من الفترات بتقرب من بعض فبتعمل تضاغط، وفي فتره تانية بتبعد عن بعض فبتعمل تخلخل، وهنا تقرب من ايه؟ من بعض فبتعمل تضاغط، وهنا تبعد عن بعض فتعمل تخلخل. دي جزيئات الهواء. عشان كده الصوت انتشاره بيعمل لي او بينتشر على هيئه موجه ايه؟ طوليه. المهم بيقول لك كيف تصف المنطقه كيو؟ مستر المنطقه كيو بعاد عن بعض شويه، يعني هيكون اسمها تخلخل، والموجه الطوليه بتتكون من تضاغط، اهو ده تضاغط وده تخلخل، ده تضاغط وده تخلخل، وهكذا. فاحنا نقول له منطقه مش ذات كثافه عاليه، دي ذات كثافه منخفضه يطلق عليها تخلخل، يبقى الاجابه د. خش على سؤال رقم 16. إذا كانت المسافة بين نقطتين متتاليتين متفقين في الطور، مستر نقطتين ورا بعض متفقتين في الطور أو في الطور، يعني دول
موجة، نقطتين ورا بعض متفقتين في الطول هي موجة. فلو اداني المسافة بين موجة يبقى دي مسافة موجة يعني طول موجي. يبقى ال 50 سم دول عبارة عن مين؟ عبارة عن لمدة أصلا يعني. يبقى نقول له الإجابة نص متر. خلي بالك هنا جابها لك بالسنتي هتحولها لمتر. اضرب في المعامل بتاع السنتي اللي هو 10 أس -2 عشان أحولها لمتر. أضرب ال 50 في 10 أس -2 يديني نص، بقت بالمتر خلاص. أي الأشكال التالية يعبر عن موجة طولية؟ مستر موجة طولية اتجاه الجزيئات لازم يبقى موازي لاتجاه الانتشار. لو الانتشار يمين فالجزيئات يمين وشمال. طب لو كان اتجاه الجزيئات رأسي عمودي على الانتشار تبقى موجة مالها مستعرضة. فاحنا عايزين الاثنين في نفس الاتجاه فنختار الإجابة ب. طب يا مستر ليه ب مش ألف؟ لأن مفيش جزيء يا ابني هيروح وما يرجعش، هو بيتذبذب. يعني اهتزاز الجزيئات لازم يمين وشمال، بيتذبذب يمين وشمال، بيهتز اللي هو الحركة الاهتزازية، فبالتالي ما ينفعش يروح في اتجاه وما يرجعش. خش على السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يمثل موجة طولية. فين؟ فتكون النسبة بين المسافتين اكس اي سي واكس دي اي. ماشي، دي موجة طولية. فين اكس اي سي؟ من هنا لهنا. مستر دي كام موجة؟ تقول لي والله من مركز التضاغط لمركز التضاغط اللي بعده موجة، ومن مركز التضاغط للتخلخل اللي بعده دي نص موجة. يبقى دي كلها كام؟ 1.5 موجة. طيب اكس المسافة بتاعت دي اي. دي اي يا مستر من تضاغط، من مركز تضاغط لمركز تخلخل يعني نص موجة. فلما اقسم المسافة دي على المسافة دي يديني 1.5 على كام؟ على نص، يديني 3 على 1 ان شاء الله. فالإجابة هتكون ايه؟ الإجابة هتكون د. كل ده ما دخلناش في الجد، كل ده أسئلة أكاديمية بتعتمد على فهمك للدرس وبس. موجتان 1 و2 بينتشروا في وسط معين. بيقول لي تردد الأولى ضعف تردد الثانية. تردد الأولى ضعف تردد الثانية. فإن الزمن الدوري بتاع الأولى قد إيه من الثانية؟ ثانية واحدة يا مستر، أنا ما بحبش أحل بدماغي. اكتب القانون. تردد الأولى بيساوي ضعف، يبقى بيساوي 2 من تردد الثانية. ماشي، يعني كأني بقول لك نيو 1 على نيو 2 بتساوي 2. طب ما هو معنى كده لو أنا شلت نيو 1 على 2 هحط بدلها تي 2 على تي 1. فالتي 2 على تي 1 هتساوي كام؟ هتساوي 2. العكس، التردد الأول على الثاني ب2 اعكس في الزمن الدوري، يبقى الزمن الدوري الثاني على الأولاني هو اللي بكام؟ هو اللي ب2، لأن النيو بتساوي 1 على تي، هي مقلوب الزمن الدوري. فهو عايز تي 1 بقى قد ايه من تي 2؟ طرفين في وسطين، فيطلع لك ان تي 2 بتساوي 2 تي 1، يعني تي 1 بتساوي نص مين؟ نص تي 2. فهتكون دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. فنختار أنهي؟ ألف. يلا بينا نخش على السؤال رقم 20. بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين الإزاحة، رسمة بيانية في علاقة بين الدي والإكس. ماشي. بيقول لك موجتان صوتيتان، مش هنستفيد بيها قوي بس سيبها على جنب. بيقول لك والمسافة التي قطعتها الموجتين في نفس الفترة الزمنية، يعني هو مثبت لي الزمن في الاثنين وعايز نيو ايه على نيو بي. مستر اسهل طريقة حل في الدنيا، بص المسائل دي تتحل ازاي. اول حاجة اكتب القانون، نيو بتساوي مين على مين؟ ان على تي، وهو مثبت لي الزمن اللي هو التي، اذا علاقة النيو بالان علاقة طردية. ليه؟ بسط وبسط تناسب طردي. اذا لو عايز نيو الاولى على نيو الثانية روح هات لي ان الثانية على ان الاولى. ايه؟ انا اسف، دي علاقة طردية. هات لي ان الاولى برضو على ان الثانية، ده اللي انت هتحله. يبقى انت كل اللي هتعمله خلال نفس المسافة وخلال نفس الفترة الزمنية روح هات عدد موجات ايه. مستر ايه دي كام موجة؟ ادي 1.5 على هات عدد موجات بي. بي دي كام موجة؟ دي 3/4 اللي هي 0.75. كده انت خلصت. اقسم ده على ده يديك 2 ان شاء الله، فالنسبة هتكون 2:1. طب النسبة بين سعتي الموجتين A و B، تقول لي سعة A يعتبر وكأنها 1 سم من الرسمة. سعة B من هنا لهنا لما تيجي تعد ادي سم 2، يعني 2 سم، فتقول لي 1 على كام؟ 1 على 2، فالإجابة هتبقى ج. خش على السؤال اللي بعده.
لا ده لسه في حته، لا ده خلصت، انا افتكرتها حاجه تانية، لا مؤاخذه يا ولدي. العتب عن النظر يا بني. خش على سؤال رقم 21. ينتشر الصوت في الهواء على هيئه موجات ايه؟ يا مستر الصوت مش موجات الا طوليه، فالاجابه الف، مش مستاهل اي افتكاسه. سؤال رقم 22 بيقول لك الشكل المقابل موجه تنتشر في حبل، هذه الموجه مالها؟ يعني هو مديني موجه قمه موقعان، يبقى اكيد دي موجه ايه؟ مستعرضه. طب ايه الحاجه الثانيه اللي بيسالني فيها؟ طولها الموجي. طولها الموجي هو مين بقى؟ هل واي؟ يا مستر واي دي طول موجه، يبقى فعلا طولها الموجي هو ايه؟ هو واي، لان طول الموجي بناخده افقي، فبالتالي هي الاجابه هتكون د. الاجابه هتكون د. خش على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 23 بيقول لك ايه الخاصيه اللي بتعبر عنها كل الموجات الطوليه، مش بتعبر عنها كل الموجات المستعرضه؟ وخلي بالك الموجه المستعرضه دي ممكن تبقى اتنين، ممكن تبقى ميكانيكيه وممكن تبقى كهرومغناطيسيه، ولكن الموجه الطوليه هي ميكانيكيه فقط. دي ميكانيكيه فقط، والموجه الميكانيكيه تحتاج لوسط مادي، اذا اي موجه طوليه تحتاج لوسط مادي، بينما الموجه المستعرضه ممكن تبقى ميكانيكيه او كهرومغناطيسيه، فممكن تحتاج لوسط مادي لو ميكانيكيه، ولا تحتاج لوسط مادي لو ايه؟ لو كهرومغناطيسيه. فالاجابه هتكون ايه؟ تنتشر في الاوساط الماديه فقط. فعلا الموجه الطوليه تنتشر في الاوساط الماديه وبس، ولكن المستعرضه في منها ينتشر في الاوساط الماديه زي الميكانيكيه، ومنها مش محتاج لوسط مادي زي الايه؟ زي الكهرومغناطيسيه. خش على سؤال رقم 24. بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين الازاحه لاحد جزيئات وسط ما والزمن، فإن الموجة التي يمثلها الشكل قد تكون، بيسألني هي مستعرضة ولا طولية، وبيسألني عن السعة بتاعتها. فتعالى كده نشوف الموجة دي ايه؟ مستر ايه الهبل ده؟ الموجة دي مستعرضة. طب السعة بتاعتها بكام؟ من هنا لهنا، يعني السعة بتاعتها ب2. فنقول له بالتأكيد هنا سأسكت قليلا. نقرأ السؤال. بيقول لك دي العلاقة بين الإزاحة بتاعت أحد جزيئات الوسط. طالما دي الإزاحة بتاعت الجزيئات نفسها، فالجزيئات دي ممكن تكون بتنتشر أو بتتحرك رأسيا، وممكن تكون بتتحرك أفقيا، يعني ممكن تكون موازية لاتجاه الانتشار، وممكن تكون عمودية على اتجاه الانتشار. يعني قد تكون أصلا دي عبارة عن موجة طولية أو مستعرضة. تقول لي إزاي مثلا دي رسمتها رسمة مستعرضة؟ ما هو قال لك بصراحة هي بتعبر عن اهتزاز أحد الجزيئات، فبالتالي هو بيكلمك عن الجزيئات اللي قد تكون بتنتشر أفق، أو آسف قد تكون تهتز أفق أو رأسي. والله لو بتهتز افقي فهي كده بتتكون من تضاغطات وتخلخلات، وخلي بالك القمه هنا يعني كانها تضاغط، والقاع اللي هنا يعني كانه تخلخل، فبالتالي عادي جدا وكاني حولت الموجه الطوليه للموجه المستعرضه. فهي بالتاكيد او قد تكون مستعرضه وقد تكون ايه؟ طوليه. الاجابه الف. سؤال رقم 24 والساعه بتاعتها طبعا 2. سؤال رقم 25 بيقول لك ايه؟ يا لهوي السؤال ده شكله مش سالك ابدا. اقراه الاول ثم اروح اعمل حاجه واجي. بيقول لك يمثل موضع موجه مرتحله في وتر بعد زمن 0.025 من موضعها الذي يمثله. الشكل الثاني يمثل موجه مرتحله في وتر بعد زمن، يعني بعد مرور زمن من الموضع اللي كانت فيه في الشكل الاول. يبقى هي كانت في الموضع ده، وبعد مرور زمن اسمه 0.025 بقت في الموضع ده. والموجة خلي بالك بتنتشر في اتجاه الاكس في المسافة، يعني بتنتشر كده. فأنا عايز أعرف بعد الزمن ده، أنا عايز أعرف التردد ومعايا زمن، يبقى أنا محتاج أعرف في خلال الزمن ده كانت عملت عدد موجات قد إيه؟ طب ثانية واحدة يا مستر نعرفها إزاي؟ بص الموجة الأولى هنا كانت عند القاع في البداية، وهنا ارتحلت ما بقتش قاع، دي بقت عند موضع السكون. طب نعرفها منين؟ عندك طريقتين. الطريقة اللي أنا علمتها لك في المحاضرة اللي أنا قلت لك لو عندك موجة بالشكل ده تمام، ورحت رسمت لك أي جزيء، مثلا قلت لك في جزيء هنا أهو، وقلت لك في جزيء هنا، مثلا ده إكس وده واي. الجزيء إكس ده دلوقتي طالع ولا نازل؟ قلت لك مش هتعرف إلا لما تعرف اتجاه الانتشار. فالموجة بتنتشر كده، وهي بتنتشر كده القمة دي بعد شوية عايز تبقى هنا،
والقمه دي بعد شويه عايزه تيجي هنا الاول ثم تيجي هنا، يعني القاع برضو عايز يجي ناحيه اليمين لان الموجه بتنتشر يمينا. فعلشان الموجه تنتشر، هي موجه انتشارها بيبقى عامل عباره عن ايه؟ ان الجزيء ده بيفضل نازل طالع نازل طالع، فالجزيء هو اللي بيعمل الانتشار اصلا. فالجزيء ده طبعا القاع ده عايز يجي كده، فالجزيء ده عشان يجي قاع فالمفروض بينزل لتحت، فدلوقتي هو نازل لتحت. طب اعلمها ازاي؟ شوف الانتشار، ارجع لورا ارجع لورا، الجزيء ده وراه كان ايه؟ كان قاع، يبقى هو المفروض دلوقتي نازل للقاع. طب والجزيء ده يا مستر وراه كان ايه؟ قمه، يبقى الجزيء ده طالع لمين؟ طالع للقمه. اصحى بقى هنا، مش دي الرسمه الاولى؟ تقول لي الجزيء ده كان ايه؟ كان قاع، والمفروض يبقى موضع السكون، صح؟ فالمفروض الجزيء ده دلوقتي طالع، فطالع لموضع السكون اللي هو هنا. احنا بنرجع لورا، طالع يبقى هيطلع الحته دي بس. لما يطلع الحته دي، مش دي ربع موجه؟ تقول لي يبقى يا مستر ان شاء الله ان شاء الله ان بتاعتي اللي هنا بكام؟ بربع. طالما ان بربع هو بمزاجي؟ لا، ده انا معايا موضع النقطه دي هنا وموضعها دلوقتي هنا، يعني الموجه دي او الجزيء ده كان هنا وطلع كده، طلع كده من هنا لهنا، لان مكانه دلوقتي بقى هنا، بقى عند موضع السكون. لما يطلع من هنا مش دي ربع موجه؟ تقول لي اذا ان بربع، فانا اعرف اجيب التردد. فتقول لي التردد هو ان على تي، يعني ربع على الرقم ده، يعني يديني، نعملها على الاله، صفر علامه صفر، لا احنا عايزين ربع الاول، ربع اللي هو 0.25 على الرقم ده 0.025 يديني 10 هرتز. فالتردد ان شاء الله بكام؟ ب 10 هرتز. خش على السؤال اللي بعده. الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين الازاحه والزمن لموجتين A و B تنتشران في وسط. سرعه الانتشار بتاعتهم على الترتيب، يبقى هو عايز السرعه بتاعت A ثم السرعه بتاعت B، عايز سرعه A ثم سرعه B على الترتيب. مستر مش السرعه بتساوي اي مسافه على زمن، اي مسافه على الزمن بتاعها، او لامدا في نيو، وفي قانون ثالث اللي هو اللامدا على الزمن الدوري، بس ما لناش دعوه، يعني خلينا في القانونين دول دلوقتي. فانا هستخدم قانون من الاثنين دول. اسمع بقى من العبد لله، انا هستخدم القانون ده ليه؟ لاني لمحت كده ان انا معايا مسافه ومعايا الزمن بتاع المسافه دي اللي هو من هنا لهنا. فمثلا الموجه الحمراء المسافه بتاعتها 60 سنتي، اضربها في 10 اس -2، الزمن اللي عملتها فيه 0.3 يعني 3/10 بس بالملي، فهضربها في 10 اس -3. خلي بالك الموجه الحمراء قطعت مسافه معينه في زمن معين، والموجه الخضراء برضو قطعت نفس المسافه في نفس الزمن. يبقى انا اقدر اقول ان السرعه الاثنين اصلا واحده. هتساوي كام بقى؟ اقسم الرقمين دول على بعض. فلما اجي اقسم 60 في 10 اس -2 على 0.3 اللي هي 3/10 في 10 اس -3 يطلع لي 2000. اذا الاجابه ج، لان السرعتين واحده، لان هو مثبت لي المسافه للاثنين ومثبت لي الزمن للاثنين، ما قاليش ان المسافه دي خاصه بدي او خاصه بدي. يلا بينا السؤال رقم 27. اي من العبارات الاتيه صحيحه بالنسبه لجميع الموجات المستعرضه؟ هل كل الموجات المستعرضه موجات كهرومغناطيسيه؟ لا يا مستر، دي المستعرضه ممكن تبقى كهرومغناطيسيه وممكن تبقى ميكانيكيه. طب هل سرعتها في الوسط تساوي حاصل ضرب ترددها في الطول الموجي؟ عادي، يعني كل الموجات المستعرضه اقدر اجيبها السرعه بتاعتها التردد في الطول الموجي. دي اجابه صحيحه. هل يمكن ان تنتشر في الفراغ كلها؟ لا، لان الميكانيكيه لا تنتشر في الفراغ. تنشا عن اهتزاز جزيئات الوسط الذي تنتشر فيه؟ لا مش شرط، لان اصلا الموجه الكهرومغناطيسيه هي بتتكون من اهتزاز مجالين، كهربي ومغناطيسي، فبالتالي مش لازم تكون كده. فالاجابه الادق هي الاجابه ب. خش على سؤال رقم 28. جمال الاسئله بقى، بيقول لك موجه تنتشر في وتر، ماشي، دي موجه ميكانيكيه، والشكل البياني يمثل علاقه بين الازاحه لاحد الجزيئات وموضع الاتزان الاصلي والزمن. اي الاشكال يمثل العلاقه بين طاقه الحركه والزمن؟ مستر اولا قبل اي حاجه، طاقه الحركه كميه قياسيه بعبر عنها بالمقدار بس مش الاتجاه، يعني كلها بتكون فوق. فعلى حسب هو بدأ منين. هل هنا الرسمه بدأت من موضع السكون؟ تقول لي لا، دي بدأت من اقصى ازاحه. ولنفترض مثلا طبق او حط البندول قدامك. يعني ايه بدأ من اقصى ازاحه؟ يعني بدأ من اكس هنا. عند اكس السرعه بصفر يبقى طاقه الحركه بصفر. عندي اكس السرعه بصفر يبقى طاقه الحركه بصفر.
طب هنا يا مستر مثلا عند واي السرعة قيمة عظمى، يبقى طاقة الحركة برضه قيمة عظمى. فهو لما يبدأ من الاكس يعني بدأ من طاقة حركة بصفر، فلازم الرسمة بتاعتك تكون بدأ من طاقة حركة بصفر، إما ألف أو ديت. ثم يلا يا مستر إمتى هيعمل دورة كاملة؟ المفروض بيعمل دورة كاملة خلال زمن دوري. بص الرسمة دي، هل كده ينفع خلال زمن دوري؟ لأ. طب هنا ثانية واحدة، دي نص ودي نص. الرسمة دي ايه؟ صحيح، يبقى نختار ج، لأن هو عمل يعني بص دي نص دورة ودي نص دورة، يبقى كده هو عملها خلال قد ايه؟ دورة كاملة، يبقى زمن دوري. خش على السؤال اللي بعدها. سؤال رقم 29. خلي بالكم يا جماعة، في حاجة عندنا في المنهج اسمها النبضة. النبضة دي لما تمسك حبل وتهزه هزة واحدة كده لفوق، فيروح عامل لك نبضة كده، هي قمة واحدة، والنبضة دي عمالة تمشي، يعني بعد شوية هتكون هنا، بعد شوية هتكون هنا، وهكذا. قصة النبضات دي ولا أي حاجة، لما يجي يقول لك نبضة وكأنه بيقول لك الدورة، يعني لو قال لك 10 نبضات يبقى إن بتساوي 10، 50 نبضة يبقى إن بتساوي 50 بس. المهم بيقول لك إيه؟ عند إحداث نبضة في حبل فإن سرعة النبض على امتداد الحبل طبعا تظل إيه؟ تظل ثابتة. الشكل المقابل يوضح موجة تنتشر على سطح بحيرة ساكنة، فإن هذه الموجة تنتشر هل في اتجاه واحد؟ لا، بص مركز الموجة هي المصدر بتاع الاضطراب بتاعها، فهي بتنتشر في كل الاتجاهات دي، عشان كده هي عاملة دوائر متحدة المركز، فبالتالي هي تنتشر في جميع الاتجاهات بنفس الايه؟ بنفس السرعة. خش على سؤال 31. تنتشر موجة مستعرضة في وتر رفيع بسرعة 300 متر على الثانية. ثانية واحدة، ده مديني السرعة، غير اللون، حاضر. القلم أحمر. أول حاجة مديها لي السرعة، وراح مديني المسافة بين قمتين متتاليتين، يبقى دي لمضة وأنا مغمض، يبقى لمضة بتاعتي بتساوي 3 متر، لأن من قمة وقمة اللي بعدها دي طول موجة. فإن التردد مستر عندي قانون السرعة V بتساوي لمضة نيو، أنا عايز النيو أقسم البعيد على القريب، يعني أقسم السرعة على لمضة، أو أحطها في مثلث. لو حطيتها في مثلث، وهسيب لك المثلث ده حبة دلوقتي، أدي ال V بتساوي لمضة في نيو، ده التردد، ده ال V، دي السرعة أهي، دي السرعة، وده الإيه؟ التردد. فتعالى كده عايزين نجيب النيو، اقسم الفي على لمضه، يعني اقسم 300 على 3 هيديني 100، فالاجابه هتكون ب اللي هي 100 هرتز. فتعالى كده همسح بايدي واسيب لك الحته دي. تولدت موجه في وتر وكان ترددها، يبقى مديني النيو ب 100 هرتز، ابدا كده اكتب ان النيو بتساوي 100 هرتز، شكرا يا سيدي. وطولها الموجي يعني مديني اللمضه بتساوي نص. عايز السرعه يا مستر، ما السرعه لمضه في نيو، يعني 100 في نص يعني ب 50 متر على الثانيه، الاجابه ب. طب عايز الطول الموجي اذا اصبح ترددها 300. الله استنى، الموجه ترددها يزداد مع ثبوت سرعتها. اكتب القانون، V بتساوي لمضه نيو، عند ثبوت السرعه علاقه لمضه ونيو علاقه ايه؟ عكسيه. كده يا صاحبي انت بتفكر فيزياء، والله ما اضحك عليك، انت كده بتفكر فيزياء. يعني ايه؟ طالما علاقه عكسيه ترددها كان 100 بقى 300 زاد 3 امثال، اذا طولها الموجي يقل للثلث. طب طولها الموجي كان كام؟ طولها الموجي كان نص، فلما يقل للثلث يصبح نص على 3. تمام؟ ده انت كده بتجيبها بدماغك، يعني يطلع لك 17 من 100. طب مستر مش عايز اجيبها بدماغي ولا اي حاجه، هاتها بالقانون. عند ثبوت السرعه اذا اللمضه 1 على لمضه 2 بتساوي نيو 2 على نيو 1، وانت عايز طولها الموجي الثاني. يلا مستر ثانيه واحده، طولها الموجي الاول كان اسمه كام؟ بنص، ولمضه 2 هي اللي انا عايزها. انا عايز طولها الموجي حصل له ايه؟ بيساوي نيو 2. مستر طولها الموجي الجديد بقى بكام؟ ب 300، وطولها الموجي القديم كان بكام؟ كان ب 100. اعوض اجيب لمضه 2 ده في ده على ده، نص في 100 ب 50، 50 على 300 يطلع لك الرقم اللي هو ان شاء الله 0.17. اتاكد لك برضو على الاله، نص في 100
نص في 100 على 300 يديني 0 علامة 1.7 صح. خش على سؤال 33. هحاول النهارده مش عارف اخلص كل الاسئله ولا لا، بس يعني هم كام سؤال؟ هم 63 سؤال. هحاول على الاقل لو وقفت اقف عند سؤال رقم 50. هانت يعني تولدت موجه في وتر، والموجه دي ترددها كام؟ ب100. يبقى مديني نيو. ايه ده؟ مش ده نفس السؤال اللي احنا حليناه؟ يبقى كنسل بقى خلاص. خش على السؤال اللي بعده. سؤال 33 بيقول لك اذا كان تردد نغمه جرس المدرسه، يبقى مديني جرس في المدرسه، النيو بتاعته الحمد لله يا رب معايا تردد الجرس. وراح قال لي جمله هنا، وعدد الموجات بينه وبين اقرب فصل، يعني ما بين الجرس. ادي يا سيدي الجرس اهو اللي بيطلع الصوت، وادي الفصل. عدد الموجات اللي عملها ما بينه وبين الفصل يساوي 12 موجه. طب ما هو كده مديني الان، يبقى هو مديني التردد ومديني الان ما بين الجرس والفصل، خلي بالك. وراح قال لي سرعه الصوت ب 340، يبقى انا معايا الفي اللي هي سرعه الصوت. فان بعد الفصل عن الجرس، انا عايز المسافه اللي ما بين الفصل والجرس. طب مستر اجيب المسافه منين؟ ومعايا الان. انهي قانون اللي فيه مسافه وان؟ يا ربي يا ربي يا ربي، هو قانون لامدا. لامدا بتساوي اكس على ان. فلو عايز مسافه هضرب لامدا في ان، يبقى الاكس بتساوي اللامدا في الان. ده القانون اللي هستخدمه. طب انا معايا الان من الجرس للفصل ان بتاعتي ب 12. طب هل معايا لامدا؟ اتاكد بقى. معيش لامدا. اروح اجيبها منين؟ طب ما انا معايا السرعه، معايا التردد، وانا عارف ان الفي بتساوي لامدا في نيو. فبالتالي لو انا عايز لامدا هقسم في على نيو. خلاص انا كده جبت لامدا. يلا يا مستر من هنا كده نجيب لامدا. ادي لامدا بتساوي السرعه اللي هي 340 على نيو اللي هي بكام؟ ب 102. مستر ثانيه واحده بسرعه نطلع الاله بتاعتنا. هات بسرعه جدا اللامدا 340 على ال 102 يديني 3 علامه 3. يبقى دي اللامدا بتاعتي طبعا بالمتر لان الوحدات هنا مظبوطه. معايا اللامدا اضربها في الان جبت الاكس، يبقى الرقم اللي طلع ده اروح ضربه في ال 12 جبت الاكس بتاعتي او المسافه بتاعتي بكام؟ ب 40. يبقى بعد الفصل عن الجرس ب 40 متر. معطيات وتفكر فيها وشكرا. موجتين صوت. ثانيه واحده بقى افكرك بجملتين بيحلوا لك نص مسائل الدرس ده. لو قال لك موجه واحده تنتقل من وسط لوسط اخر، فالموجه دي موجه واحده طالعه من نفس المصدر، زي مثلا صوتي انا وانا بتكلم الصوت ده طلع مني انا، التردد بتاع الصوت ده ترددي انا، فالتردد هيفضل ثابت مهما الموجه دي راحت في اي حته. يعني لو صوتي مشي شويه في الهواء ثم دخل الميه ثم مشي في حديد، التردد هيفضل ثابت طالما نفس الموجه طالعه من نفس المصدر، اذا ترددها ثابت. يبقى لو قال لك موجه واحده تنتقل من وسط لاخر، التردد ثابت، سرعتها هتتغير وطولها الموجه هيتغير. طيب وساعتها السرعه واللامدا تبقى علاقه طرديه. لو قال لي موجتين من نفس النوع وفي نفس الوسط، يعني صوت وصوت، تقول لي لو انا مثلا وصوت بنت جنبي فترددنا مش هيبقى زي بعض، والا صوتنا كان هيبقى زي بعض. فبالتالي صوتي غير صوتها، فتردد صوتي غير تردد صوتها، يبقى التردد مش ثابت. امال مين الثابت؟ السرعه. يبقى طالما احنا الاثنين نفس الموجه في نفس الوسط يبقى السرعه ثابته. يعني لو قال لي موجتان من نفس النوع في نفس الوسط، اذا السرعه ثابته. راح هنا قال لي ايه؟ موجتان صوتيتان، يعني الموجتين صوت والاثنين بينتشروا في وسط ما، يعني الاثنين في نفس الوسط، اذا يا صاحب السرعه مالها؟ اذا السرعه ثابته. سرعه الموجه دي هي سرعه الموجه دي. فراح قال لك طب ما مستر عند ثبوت السرعه في بتساوي لامدا نيو، لما ده يكون ثابت اذا لامدا ونيو علاقه عكسيه. فراح قال لك تردد الموجه الاولى نصف الثانيه، اذا لامدا الاولى ضعف الثانيه، يبقى لامدا الاولى ضعف الثانيه، يبقى لامدا ايه بتساوي 2 لامدا بي. شكرا. تقدر تجيبها في القوانين؟ تجيبها ازاي يعني؟ تقول لي اللامدا والنيو علاقه عكسيه، انت عايز لامدا ايه على لامدا بي، يبقى هات نيو بي على نيو ايه. وهو بيقول لك الموجه ايه ترددها نصف الموجه بي، فمثلا هشيل الموجه ايه واحط بدلها نص الموجه بي اللي هو كتردد يعني، فيفضل نيو بي زي ما هي، واشيل دي واحط نص نيو بي
فيطلع ده مع ده، فالاجابه هتكون طبعا 1 على نص ب2، يعني لمدا ايه على لمدا بي هيديني 2، يبقى لمدا ايه 2 بالنسبه لمين؟ للمدا بي. خش على السؤال اللي بعده. مديني رسمه بيانيه وعايز سرعه انتشار الموجه. طب مستر ثانيه اجيب السرعه؟ ما انا عشان اجيب السرعه محتاج حاجتين، لمدا والنيو. تعال نبص على الرسمه. عشان اجيب النيو احنا اتفقنا هنجيب حاجتين، لمدا ونيو. محتاج يبقى معايا ان وزمن واقسمهم على بعض. تقول لي الحمد لله معانا زمن، اي زمن انا هاخد الزمن ده 0.8. فلما اخد الزمن 0.8 اللي هو تحت اهو، الزمن ده كان عامل في كام موجه؟ هي موجه واحده، يبقى ده التردد بتاعي. طب لو عايز اجيب لمدا، فتقول لي لمدا هي مسافه على ان. طب انا معايا مسافه ب 18، بعد اذنك اضربها لي في 10 أس -2 لانها بالسنتي على جوه ال 18 كان في كام موجه؟ تقول لي والله ال 18 دي من هنا لحد هنا، لحد هنا كده، ها؟ يعني نص موجه وربع، يعني 3/4. يبقى تقسم الرقم ده على كام؟ 0 علامه 7/5. الناتج اللي هنا والناتج اللي هنا تضربهم في بعض، جبت مين؟ جبت السرعه. فانا هضربهم في بعض فعلا. هقول لك ادي 1 على 0 علامه 8 علامه يساوي، لا علامه الضرب يساوي ليه؟ انا هضرب ده في ده، هضربها في 18 على، وال 18 هنا مضروبه في 10 أس -2 على 0 علامة 7/5 يديني 0.3. اوبا مش موجودة، ازاي بقى؟ فهمت. هنا الزمن بالملي ثانية ازاي ما شفناهاش، يعني الرقم ده لازم اضربه في 10 أس -3. يا لهوي، اضربها في 10 أس -3 يديك 300. يبقى الإجابة د. ياه، الأهم من إنك تغلط إنك تقفش الغلط بسرعة. فالحمد لله يا رب. خش بقى على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 36 بيقول لك إيه؟ من الرسمة دي هات ساعة الموجة. مستر دي كلها ب 18 يبقى الساعة ب9. اللي بعده دي كلها ب 18 والساعة بتكون من هنا لهنا اللي هي نص ال 18 يعني ب9. راح قال لك أنا عايز التردد. طب التردد بجيبه إزاي؟ يا عم عادي، التردد إن على تي. فين الإن؟ خد أي زمن عندك. هاخد أنهي زمن يا ربي؟ هاخد الزمن اللي هو 0.6 دي عادي يعني، ولا أقول لك هاخد الزمن 0.4. تمام؟ يبقى الزمن عندي ب 0.4. بص على الزمن بالثانيه، يبقى خلاص مش هحوله، مش هنقع غلطه السؤال اللي فات. طب عند الاربعه دي كان عامل كام موجه؟ تقول لي بالظبط كان عامل موجه، يبقى لان ب1. يبقى 1 على 0.4 هي التردد، فيديني 2.5. فالاجابه هتكون ب. راجع ورايا برضه عشان انا بشتغل بدماغي. سرعه في الارقام السريعه بحب اجيبها بدماغي، يعني مش بضيع وقت. سرعه انتشار الموجه تساوي سرعه انتشار الموجه. مستر ما انا عشان اجيب السرعه محتاج اضرب لمدا في نيو. طب انا معايا نيو لسه جايبها، محتاج اجيب لمدا، يبقى اروح اجيب لمدا لوحدها اللي هي اكس على ان. هل معايا اي مسافه؟ الحمد لله معايا مسافه كبيره جدا ب 35 سم. اضربها في 10 أس -2. فهمنا بقى ليه؟ مقسومه على عدد الموجات اللي جواها. جوه المسافه دي كان في كام موجه؟ ادي من هنا لهنا موجه ونص و3/4. يبقى اقسمها على 1 كام؟ 1 علامه 7/5 اللي هي 1 و3/4. كده انا معايا لمدا اضربها في النيو. خلصت. يلا نجيب لمدا لوحدها. فتقول لي والله 53 في 10 أس -2 على 1 علامة 7/5 في 2.5 يطلع لي نص. يبقى السرعة بتاعتي بكام؟ نص متر على الثانية. خش على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 37. علاقة اللمدا بالنيو علاقة ايه؟ يا مستر ما اقدرش اجيب علاقة اللمدا بالنيو الا لما يكون السرعة ثابتة، او يقول لي معلومة ان السرعة ثابتة. فنقرا السؤال ونشوف هل هو مثبت لي السرعة. وخلي بالك الفي بتساوي لمدا في نيو. انا ليه مش عايز اجاوبك الجواب بسرعة؟ انا عايزك تتعلم تفكر بدماغك، تجيب العلاقات لوحدك وتعرف ترسم رسم بياني لوحدك. الحاجات دي ما بتتحفظش. بيقول لك يمثل علاقة بين الطول الموجي لعدة موجات صوتية كلها صوت
وكلهم ينتشر في الهواء نفس الموجة أو موجتان من نفس النوع في نفس الوسط، إذا السرعة ثابتة، يبقى هو فعلا مثبت لي السرعة. إذا علاقة لامدا ونيو علاقة إيه؟ عكسية فعلا، فدي طبعا علاقة عكسية. اوعى تقولي العلاقة دي عكسية، والله العظيم العلاقة دي مش عكسية، العلاقة دي اسمها تناقصية، وهناخدها إن شاء الله بالتفصيل السنة دي. الله يرضى عليك، دي مش عكسية، اوعى تختارها، هي دي العلاقة الإيه؟ العكسية. خد السؤال اللي بعده، يلا بينا. سؤال رقم 38، وواضح انه سؤال رسم بياني ومديك فوق النيو واحد وتحت واحد على نيو. مستر وانا مغمض، اول حاجه بفكر فيها لما بشوف رسم بياني هي الميل، فاول حاجه بجيبها هي الميل، والميل بيساوي الرأس على الافقي، يعني النيو على واحد على لامدا. مستر هو انا لما بقسم نيو على واحد على لامدا يديني مين؟ خلي بالك الرأس هو النيو والافق هو واحد على لامدا، فانا بقسمهم على بعض مش بضربهم. بس لما اجي اقسم نيو على واحد على لامدا رياضيا مقام المقام بيطلع بسط، يبقى انا كده بجيب نيو في لامدا، ونيو في لامدا اصلا هي مين؟ هي السرعه، يعني الميل اللي انا هجيبه اللي هو عن طريق قسمه الرأس على الافقي هيديني السرعه. طب يلا يا مستر نقسم الرأس على الافقي، 250 على 57 من 100، يبقى هقسم 250 على 57 من 100 يديني رقم غالبا 303 وكام؟ و30 غالبا، اكد ورايا، فكده تبقى الاجابه رقم د. خش على السؤال اللي بعده، وبرده رسم بياني، وبرده رسم بياني. اول حاجه بفكر فيها اني بجيب الميل، بس الميل المره دي هو في على لامدا، في على لامدا. اكتب القانون يا مستر، مش في بتساوي لامدا في نيو؟ تقول لي اه، لما اقسم في على لامدا تديني نيو، يبقى الميل هو نيو، يعني الميل هو التردد. طب اسال سؤال، الميل في البسط كده الميل الكلمه الميل دي على طول في البسط. لو لقيت الكلمه اللي هنا اللي هي الميل بقى فعليا لقيتها في البسط، يبقى علاقه النيو بالميل طرديه. طب لو لقيت الحاجه دي في المقام يبقى علاقه ما بينها عكسيه. طب يعني ايه كلمه طرديه؟ يعني كل ما الميل زاد التردد زاد. يعني ايه عكسيه؟ لو كانت في المقام يعني كل ما الميل زاد يبقى التردد قل. فبسال نفسي مين من دول ميله اكبر؟ تقول لي ميل ايه اكبر من بي، اذا نيو ايه اكبر من بي، يبقى انا ممكن اجاوب ان نيو بتاعت ايه اكبر من النيو بتاعت مين؟ بتاعت بي، اكبر من النيو بتاعت بي. فلاقيها موجوده عندي، موجوده عندي الاجابه الف، اختارها وشكرا. طب لو ما كنتش لقيتها يا مستر كنت هتلاقي الاجابه اللي بعدها. لو انت عارف ان النيو عكسيه مع الزمن الدوري، فبما انها عكسيه لو نيو ايه اكبر من بي يبقى الزمن الدوري بتاع ايه اقل من الزمن الدوري بتاع بي، العكس يبقى زمن بي اكبر من ايه يعني. فلو ما كنتش لقيت ديت كنت لقيت ان الزمن بتاع بي اكبر، بس هنا طبعا مش عاملها لي بالزمن الدوري فتبقى الاجابه دي ايه، او عاملها لي هنا العكس يعني، فتبقى الاجابه دي غلط. يبقى الاجابه رقم الف هي اللي صح. خش على السؤال اللي بعده، شعاعي ليزر احدهما احمر والاخر اخضر. مستر سواء احمر سواء اخضر سواء نيلي سواء بنفسجي مش كلهم ضوء؟ تقول لي يعني دول كلهم موجات كهرومغناطيسيه؟ تقول لي حصل. طالما كلهم موجات كهرومغناطيسيه يبقى مين الثابت فيهم؟ كلهم في الفراغ سرعتهم ثابته بكام؟ 3 في 10 أس 8 متر على الثانيه. ولكن هل اللمضه ده زي لمضه ده؟ تقول لي لا. هل التردد ده زي التردد ده؟ تقول لي لا، بس سرعتهم مالها ثابته. فهو بيسالني كلهم لهما نفس الايه؟ السرعه. وافكرك تاني بالالوان بالترتيب كده من الشمال لليمين: احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. الاحمر اكبر الالوان طول موجي، ثم برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي، يعني البنفسجي اقل الالوان طول موجي. اعكس بقى، يبقى مين اكبر تردد؟ البنفسجي. يبقى مين اقل تردد؟ الاحمر. وطبعا انت عارفهم بالترتيب. هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، او ممكن بكره اصور الباقي واركب الاثنين على بعض، الله المستعان هشوف انا هعمل ايه. المهم انا هختم دلوقتي لحد ما اقرر. هذا رب ولله التوفيق. اللهم اجعل هذا العلم علما نافعا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.